ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة جديدة وفيديو جديد. ليفربول يخسر الكأس امام نيوكاسل. يعني الواحد بصراحة، يعني على قد ما نيوكاسل بصراحة النهاردة استحق ان هو يكسب، وماتش طبعا عمل ماتش كبير جدا على ليفربول، وقدر ان هو يحجم من كل انواع الخطورة. هنتكلم طبعا عن كل التفاصيل دلوقتي خلال الحلقة ان شاء الله. الا ان الواحد فعلا زعلان جدا على صلاح بصراحة. حلم البالون دور بتاع صلاح بيضيع واحدة ورا التانية، ويعني اللعيبة مش مساعداه خالص، وفرقة ليفربول مش مساعداه خالص انه يحقق الحاجة اللي هو نفسه فيها، على الرغم ان الراجل اداهم كل اللي عنده وكل حاجة. الا ان النهاردة فعلا ليفربول ما تعاملش مع الماتش بشكل كويس خالص. يعني حاجة صعبة جدا والله، فعلا الواحد زعلان قوي 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 على صلاح، لان بصراحة الوضع بيصعب كل مرة. خروجه من الشامبيونز ليج، وادي خروجه كمان من نهائي الكاس خسران، ويعني البريمير ليج طبعا يعني بنسبة كبيرة نقدر نقول ان ليفربول هياخده، ولكن في وضع الفرقة دلوقتي والوضع اللي احنا شايفينه ده، يعني يا خوفي يا خوفي. وهنتكلم عن كل الاحداث بالتفصيل في الحلقة ان شاء الله. فيلا بينا بقى نخش على الحلقة. بس قبل ما نخش ما تنساش تدعمنا بالشير واللايك وسبسكرايب للقناة، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا. طبعا يا جماعه، لو جينا اتكلمنا عن الشوط الاولاني في ماتش ليفربول ونيوكاسل، فبلا ادنى شك نيوكاسل كان الافضل، كان الاقوى، كان اللي مجهز كويس، كان الحاضر ذهنيا، كان كل حاجه. لعيبه ليفربول في الشوط الاولاني بالذات تحس ان هم عندهم حاله خوف ان هم يخسروا البطوله. يعني عندهم حاله خوف، انا لو هخسر الماتش ده تاني، يعني كمان طلعت في الشامبيونز ليج اللي كنت مرشح الاول ان انا اكسبه، وكمان هخرج من الكاس من غير ما افوز بيه. فكان عندهم الاحساس ده، تحس كده في الملعب كان باين قوي. على الرغم من ان هم كانوا مستحوذين طول الشوط، يمكن الاستحواذ اصلا 56% 44% لليفربول، ولكن استحواذ سلبي ملوش اي لازمه. استحواذ يا دوبك بنمرر الكره كتير، والكره في رجل لعيبتنا كتير، انما مفيش اي خطوره. لدرجه ان انا بقول لك ان في الشوط الاولاني نيوكاسل عامل 9 شوطات على المرمى، وانما ليفربول عامل شوطه واحده بس، منهم 3 اون تارجت لنيوكاسل، ومنهم جه جون كمان بارن اللي بتاع الشوط الاولاني طبعا، اللي في الدقيقه 45 في اخر الشوط خالص، اللي هو بصراحه كان مكافاه لعيبه نيوكاسل على الاداء اللي قدموه الشوط الاولاني. طبعا الشوط الاولاني لعيبه نيوكاسل بصراحه قدروا ان هم يحجموا تماما ليفربول، سواء على مستوى نص الملعب ماكاليستر وجراغنبرخ، فلعيبه طبعا تونالي وجامريش وجوالينتون، الثلاثه كانوا بصراحه مدمرين نص الملعب. شفنا الكره اللي كده في نص الشوط الاولاني بتاع جوالينتون مع روبرتسون لما خد الكره منه. شوف الحماسه بتاعت اللاعب والقوه والشجاعه بتاعت اللاعب، كل دي حاجات كانت فارقه. اللعيبه دي محضره، اللعيبه دي جاهزه، اللعيبه دي نازله عشان عايزه تكسب البطوله. طبعا كمان عندك اللاعب ليفرمنتو النهارده كان يعني يعتبر هو رقم واحد في نيوكاسل. هتقول لي ايه يا عم، ده ما بانش اصلا، ما عملش حاجه قوي يعني، خاصه في الشوط الاولاني يعني ما شفناهوش. هو عمل اهم حاجه يا جماعه، اللاعب ده عمل اهم حاجه، وايه هي؟ عزل محمد صلاح عن الماتش تماما. مان تو مان مع الراجل، يمين يمين شمال شمال فوق فوق تحت تحت. مش هتروح في حته الا وانا في ظهرك. كره هتوصل لك هتلاقيني لازق فيك، مش هخليك حتى تقدر ان انت تجري ولو سنتي واحد. فطبعا هو يعني مع احترامي طبعا للجميع وبدون اي تكبير في الموضوع، مش محتاج ان انا اقول بقى كل مره بنقول نفس الكلام، محمد صلاح هو اهم لاعب في ليفربول. محمد صلاح هو اللي بيحرك الفرقه كلها. محمد صلاح هو الوحيد اللي بيقدر ان هو يصنع الفارق في ليفربول، وشفناه في الكره الاخيره خالص في الدقيقه 47، الكره الوحيده اللي قدر يعني يشم نفسه فيها كده، ولقى عنده مساحه، لعب العرضيه النموذجيه للويس دياز اللي لعبها بالدماغ حلوه قوي 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 لجوتا، ولكن جوتا تصرف معاه بشكل يعني بشع جدا، شاط الكره بشكل وحش قوي قوي قوي. طبعا شفناها اكيد كلنا، وطلعت بره بشكل غريب جدا. فيعني محمد صلاح الراجل ده عزله تماما عن الماتش. الراجل ما كانش قادر يتنفس، ما كانش قادر انه نشوفه حتى في الملعب. يا دوبك بيلمس الكره، يا دوبك ياخدها، بيلاقي نفسه مزنوق في ضغط عليه عالي جدا فبيلعب البوس. وده شفناه برضو نفس الكلام في ماتش باريس سان جيرمان، نونو مينديز اللي كان برضو واقف مع صلاح في كل كوره، ضغط عليه ومش مديله المساحه. فمن الواضح كده ان كل المدربين عرفت طبعا، او يعني هي كانت باينه قوي، ان وقف محمد صلاح، اعزله تماما عن ليفربول، ليفربول بينهار تماما، ما عندوش حد يغير
شكل الفرقه، او ما عندوش حد ان هو يعمل الباصه السحريه، ما عندوش حد ان هو ياخد مكانه في العمق كده ويروح داخل حاطط زي ما محمد صلاح بيعمل. على الرغم طبعا عندك في نص الملعب يعني، وده الحسنه اللي موجوده في ليفربول، وهما ماكليستر وجراغنبرخ، الاثنين اللي بيقدروا ان هم يستحوذوا على الكوره بشكل كويس قوي في نص الملعب، بيقدروا ان هم يخرجوا كمان الكوره بشكل كويس قوي 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 من رجليهم للعيبه خط الهجوم. فدول العلامه الفارقه، هم دول اللي ممسكين الفرقه ومخليين الفرقه في شكل متماسك. انما في العموم لا، الوضع صعب جدا، وخاصه بقول لك في الشوط الاولاني كان الوضع صعب جدا. ليفربول كان سيء جدا جدا جدا، ونيوكاسل كان رائع جدا جدا جدا. نيجي بقى للشوط الثاني. طبعا يعني في الشوط الثاني كان الامر اغرب من الشوط الاولاني، لان في اول دقيقه في الشوط الثاني او اول دقيقتين كده ليفربول نزل ضغطه وبتاع، وقلنا هوب هوب وضيع كوره كده بوب تألق فيها وبتاع، وقلنا خلاص ليفربول ايه، نزل الشوط الثاني ياكل الاخضر واليابس. ولكن فوجئنا ان نيوكاسل مش هايب الوضع ومش خايف، بالعكس من الواضح ان ايدي هاو ما بين الشوطين كان بفهم اللعيبه ان ده اللي هيحصل ولازم تستغلوا ده، ان دي فرصه كويسه ليكم جدا جدا جدا. لعيبه ليفربول هتبقى عندها التهور وعايزه تهاجم وبتاع، فانتوا استغلوا ده، العبوا على المرتده، العبوا على اللعبه العكسيه. وده اللي حصل بالفعل، ومن كورتين ورا بعض على طول ايزاك يجيب الاولانيه وتتحسب تسلل، وعلى طول بعديها مفيش دقيقتين ايزاك يحط جون. المره دي بقى مش تسلل عشان تبقى النتيجه 2-0 ويعني تنتهي امال ليفربول في الماتش تماما. هتقول لي ده كان في الدقيقه بدري قوي، يعني في الدقيقه 53، يعني لسه بدري قوي. هقول لك كان باين على ليفربول زي ما قلت لك كده في اول الحلقه ان هم خايفين يخسروا، هم خايفين يخسروا، فبالتالي خسروا هم من بدايه الماتش، من بدايه من ساعه كمان ماتش باريس سان جيرمان وهم خايفين. حتى في ماتش باريس سان جيرمان في ضربات الجزاء كان باين الخوف على اللعيبه ان هم يخسروا. في الماتش بتاع الكاس ده برضو كان باين على اللعيبه جدا 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 ان هم خايفين ان هم يخسروا. فبالتالي الرهبه والخوف ده ما خليهمش يقدموا الاداء بتاع ليفربول اللي احنا شايفينه من اول الموسم. وللاسف يؤسفني زي ما قلت في المقدمه كده ان هم ضيعوا مجهودهم وتعبهم بايديهم، خوفهم ضيع مجهودهم وتعبهم. ودي حاجه غريبه، لعيبه ليفربول في خبرات، في لويس دياز، في محمد صلاح، في فان دايك، في كذا عنصر من العناصر التقيله او العناصر الخبره اللي المفروض كانت تدعم وتفوق اللعيبه وتدي الخبرات بتاعتها. ولكن غريبه ان اللعيبه دي نفسها يعني كان في خوف من بعض اللعيبه، منها على راسهم بصراحه كنت بحس شويه خوف كده عند محمد صلاح. ويمكن محمد صلاح خوفه الاكبر زي ما قلت لك في المقدمه مش بس ان هو يخسر البطوله، ومش بس ان هو يخرج من الكاس او يخرج من الشامبيونز ليج، لا، ضياع حلم البالون دور اللي هو بيحلم بيه من ساعه ما جه ليفربول. ده حلمه، ده الحاجة اللي هو نفسه يحققها، وعارف ومتأكد انه لو ما قدرش يكسب البطولة دي الحلم ده بيندثر واحدة ورا واحدة من ساعة ما خرج من الشامبيونز ليج، وادي كمان الكاس راح عليه. فبالتالي يعني الوضع بتاعه صعب جدا. وزي ما قلت لك في بداية الحلقة وفي المقدمة قد ايه فعلا الواحد حزين جدا على مجهوده وعلى تعبه. يعني الراجل حاول مرة واثنين وثلاثة واربعة كمان، لكن التوفيق ما كانش حليفه في اكتر من مرة. فبالتالي يعني حاجة صعبة جدا لمحمد صلاح. النهاردة غياب ارنولد كان مؤثر جدا. كونسا ما قدرش ان هو يعمل الادوار المساندة الهجومية اللي كنا بنشوفها من ارنولد، على الرغم ان محمد صلاح كان مثلا بيبقى عليه تكتلات دفاعية وممسوك وبتاع، الا ان ارنولد كان بيقدر ان هو يخلق مساحات، كان بيقدر ان هو يلعب من وراه، كان بيقدر ان هو يخترق من العمق ويعمل ادوار هجوميه مسانده. النهارده افتقدها ليفربول جدا جدا جدا. كونسا ما يقدرش يعمل الحاجات دي. كان ممكن يكون لو برادلي موجود يقدر يعملها شويه، بيعملها زي ارنولد، ولكن الاثنين مش موجودين. على عكس بقى الاثنين بتوع طبعا نيوكاسل، الاثنين بتوع نيوكاسل اللي هم طبعا اللي اتكلمنا بيه جدا واشرنا بيه ليفرمنتو، اللي عمل طبعا العرضيه بتاعت الجون الثاني المميزه جدا، وطبعا بارنز اللاعب الخبره واللاعب المهم جدا في مصفوفه نيوكاسل. طبعا الهدف يعني اللي جاء في اخر الدقائق عن طريق طبعا كيزا، يمكن توفيق لكيزا. ليه؟ لانه الواد من اول ما نزل وهو بيحاول يجيب جون، هو بيحاول يعمل اي حاجه، شفناه عايز يعمل اي، باين عليه. فيعني ربنا كرمه كده، اللي هو خد يد جون اهو عشان انت بس عملت اللي عليك، على عكس بقيه الفرقه اللي كان فيه تاثير كبير جدا منهم ومن معظم اللعيبه اللي موجوده. طبعا
ارني سلوت بقى، نيجي نتكلم شويه عن ارني سلوت في الشوط الثاني بالذات. ارني سلوت اللي انت عملته في التبديلات اللي انت عملتها انا فاهمها وفاهم انت عايز تعمل ايه، وانا عايز اهاجم ومش فارقه معايا بقى خلاص كده كده خربانه، فانا عايز اهاجم عايز اضغط عايز اعمل اي حاجه، عمال انزل في مهاجمين، اطلع لعيبه، طلع ماكاليستر، طلع جراغنبرخ، نزل كييزا، نزل اليوت، نزل جونز، نزل كل العناصر دي. احنا مش بنلعب بلاي ستيشن، يعني دي حاجه مهمه جدا ارن سلوت تتجاهلها. يعني الحاجات دي احنا بنعملها في البلاي ستيشن، انما في ارض الواقع انت عملت زحمه كبيره. انت اصلا لعيبه نيوكاسل العشرة متكتلين في خط ال 18 بتاعهم بعد الجون الثاني، خلاص هم مش عايزين حاجه من الدنيا، هي كده الدنيا معاهم 10 على 10 وحلوت وجميله. فانت عملت تكتلات اكتر في نص ملعب وفي ال 18، خليت في زحمه، في رجول كتير، فاللعيبه بتاعتك حتى مش عندها الاريحيه ولا عندها النفس ان هي تفتح لعب، تفتح مساحات، بالعكس المساحات ضاقت اكتر والدنيا ضاقت اكتر. فيعني ارن سلوت ما تعاملش حتى مع الموقف اللي هو محطوط فيه بشكل كويس، وهو كان باين عليه برضو التوتر بصراحه، وكان باين عليه قد ايه هو يعني هو ايه، انا خلاص كان يعني تشامبيونز ليج انا المرشح الاول، الكاس في ايدي ولعبتي، البريمير ليج وانا حسمته وخلاص، وارسنال كمان بيساعدني عليه. ولكن لو تفتكروا قلنا الكلام ده من فترة، من ساعة ما كان ليفربول ابتدى ان هو يخستع شوية، وقلت لكم ليفربول داخل على مباريات حاسمة جدا ممكن تضيع منه 3 ألقاب، لازم يتعامل مع الماتشات دي بشكل احترافي كبير، وده ما حصلش ولا في الشامبيونز ليج قدام باريس سان جيرمان. ليفربول ما تعملش بالشكل الاحترافي المناسب لماتش زي ده، ولا النهارده في ماتش الكاس ده ليفربول قدر ان هو يعمل الاداء المطلوب منه، بالعكس اثر كتير، فبالتالي خسر ماتش مهم جدا 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 وخسر بطولة جديدة. نيوكاسل استحق المكسب واستحق ان هو اللي يفوز النهارده، عمل ماتش كبير، عمل ماتش تاريخي، بعد 70 سنة يقدروا ان هم يحققوا البطولة دي، فده رقم تاريخي جديد لنيوكاسل. هم لعبوا للمكسب من اول دقيقة، محضرين جاهزين عارفين هم عايزين ايه، العناصر اللي ناقصة عندهم العناصر البديلة ليها عارفة هي عايزة ايه كويس. ايدي هاو لازم نرفع له القبعه، الراجل عمل ماتش كبير. نيك بوب النهارده الراجل يمكن الكره بتاعت جونز كده اللي كانت 2-0 وانقذها طبعا بتألق ببراعه، الكره دي فرقت كتير، لان لو كانت الكره دي جت جون كانت هتدعم لعيبه ليفربول اكتر وتريح لعيبه ليفربول اكتر وتديهم الحماس اكتر واكتر. ولكن نيك بوب قدر ان هو يتعامل بشكل محترف جدا مع كرة زي دي، قدر ان هو يخلي فرقته ويدي الثقة لفرقته، فبالتالي خرج ليفربول خسران الكاس، ونيوكاسل هو اللي فاز بالبطولة واستحق الفوز بيها. دي كانت حلقة النهاردة. هارد لك لمحمد صلاح ابن بلدنا، ويعني هارد لك يا ابني. ويعني انا بصراحة في الوقت الحالي من المنافسين بتوعه باريس سان جيرمان ديمبلي وامبابي في ريال مدريد، اتمنى ان الاثنين يطلعوا الجوله الجايه من الشامبيونز ليج، واتمنى ان طبعا ديمبلي يعني كده كده مستبعد شويه، انما مبابي انا مشكلتي كلها في مبابي، لان مبابي يعني دعمه وريال مدريد، وطبعا البالون دور فيه مشاكل مع ريال مدريد، فممكن تمشي يعني تعدي. فاتمنى كده خروج ريال مدريد بصراحه، واتمنى خروج كمان باريس سان جيرمان، عشان ايه الدنيا تمشي شويه مع محمد صلاح، وممكن يمكن في الاخر تخبط معاه ويقدر ان هو يعني ياخد البالون دور، ولكن يركز بقى الفتره الجايه في الدوري اللي هو دي الحاجه اللي فاضلاله. اوعى بقى يعني ليفربول طبعا يعني له صولات وجولات في حته ان هو يخسر الدوري في اخر وقت دي، فيعني ربنا يستر على ليفربول الفتره اللي جايه. يا رب تكون الحلقه عجبتكم وما كنتش طولت عليكم. ما تنسوش تدعمونا بالشير واللايك وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس يوصلكم كل جديد، واشكركم جدا وسلام.